لحد السنة اللي فاتت نيويورك كان عندها 316 ناطحة سحاب مكتملة البناء، عشان تبقى أكتر مدينة في العالم عندها ناطحات سحاب. صحيح أمريكا دولة غنية وعندها إمكانيات تبني، بس برضو في دول تانية غنية ومتقدمة وما عندهاش العدد ده من ناطحات السحاب. واشمعنى نيويورك دونا عن ال50 ولاية التانية اللي في أمريكا؟ أكيد نيويورك عندها ميزة أكبر من الفلوس والإمكانيات ومش عند الأماكن التانية. إيه هي الميزة دي؟ تعالوا نشوف. قصة ناطحات السحاب في نيويورك قديمة شوية، بدأت من 450 مليون سنة لما أجزاء من أوروبا اصطدمت بأمريكا الشمالية وكونت قارة عملاقة اسمها لوراسيا أو القارة العملاقة الشمالية. ومن 300 مليون سنة لوراسيا اندمجت مع جوندوانا القارة العملاقة الجنوبية، واصطدامهم خلى الأرض تبقى قارة واحدة عملاقة اسمها بانجيا. مين بقى في نص بانجيا والاصطدامات دي عمالة بتحصل حواليه؟ نيويورك. ولما اي جزئين كبار من اليابس، قارتين يعني، يصطدموا ببعض بيتكون بينهم سلاسل جبال عالية، وفعلا نيويورك اتكون فيها سلاسل جبال يمكن أعلى من الهيمالايا. ومع الضغط اللي بيتولد من تكوين الجبال العالية دي، الرواسب اللي تحتها زي الجير والطين بتتعرض لحرارة وضغط مهول، وبتبقى صخور متحولة زي الرخاء والشيست والنيس، ومعادن زي السيانايت والجرنت، ودول موجودين تحت الأرض في نيويورك. والجبال دي اختفت بسبب التعرية اللي اتعرضت لها على مدار السنين عشان تكشف عن الصخور المتحولة اللي تحتها في نيويورك، مانهاتن شيست. والشيست ده صخر متحول اتكون نتيجة الضغط الشديد والحرارة اللي ولدتها الحركات التكتونية اللي جمعت بانجيا مع بعضها، وضغط وزن الجبال اللي كانت موجودة فوقها. والصخور دي بسبب ظروف تكوينها بتكون صلبة جدا. وعشان أهم حاجة في أي مبنى هي الأساسات، ولازم عشان تبني أي حاجة تكون الأرض اللي بتبني عليها ثابتة وتقدر تشيل وزن المبنى. مفيش أقوى من الشيست المتحول عشان تبني عليه ناطحات سحاب عملاقة فيها أطنان من الحديد والأسمنت. اختبار الضغط للشيست طلع إنه يستحمل ضغط 6 طن على السنتي، في حين إن أقصى ضغط للمباني 3.5 طن على السنتي. يعني مانهاتن شيست هي الصخور المثالية عشان يتبني عليها ناطحات سحاب. وعشان كده لو بصينا على جزيرة مانهاتن في نيويورك هنلاقي ناطحات سحاب على اليمين والشمال، عشان الشيست قريب من السطح في المنطقتين دول. وفي نص الجزيرة مش هنلاقي ناطحات سحاب عشان الشيست بعيد عن السطح في نص الجزيرة. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط، وما تنساش دول.